من هو النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري اليمني؟ الدوري اليمني انطلق أول نسخة من الدوري اليمني عام 1976، وفي عام 1990 انطلق الدوري بنظامه الجديد بعد توحيد شمال وجنوب اليمن. أقيمت بالمجمل 42 نسخة من الدوري. تمكن 15 نادي من التتويج باللقب. توجوا بأول لقب دوري نادي التلال. توقف الدوري مرات كثيرة نتيجة الحروب الأهلية لليمن الحبيب. نقدم لكم في هذا الفيديو أكثر 7 أندية تتويجا بلقب الدوري اليمني. فضلا منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضغط زر اللايك. 7. الهلال الساحلي. تأسس نادي الهلال الساحلي عام 1971، وهو من مدينة الحديدة، ويلعب مبارياته على استاد العلفي. حقق لقب كأس الجمهورية اليمنية مرتين. تويج بأول لقب دوري له عام 2008، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2009. توج نادي الهلال الساحلي بالمجمل بلقب الدوري مرتين. 6. اليرموك. تأسس نادي اليرموك عام 1978، وهو من قلب العاصمة صنعاء، ويلعب مبارياته على ملعب علي المريسي، ويعتبر اللاعب أسامة مضافر الهداف التاريخي للنادي. توج بأول لقب دوري له عام 1989، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2013. توج نادي اليرموك بالمجمل بلقب الدوري 3 مرات. 5. الصقر. تأسس نادي الصقر عام 1969، وهو من مدينة تعز. يلعب مبارياته على ملعب أبو ولد. توج بالعديد من الألقاب المحلية، أبرزها كأس الوحدة مرتين وكأس الجمهورية مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس السوبر اليمني مرة واحدة. توج بأول لقب دوري له عام 2006، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2014. توج نادي الصقر بالمجمل بلقب الدوري 3 مرات. 4. شعب إب. تأسس نادي شعب إب عام 1963، وهو من مدينة إب. يلعب مبارياته على ملعب 22 مايو إب اليمن. حقق لقب كأس السوبر اليمني مرة واحدة. توج بأول لقب دوري له عام 2003، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2012. توج نادي شعب إب بالمجمل بلقب الدوري 3 مرات. 3. الوحدة صنعاء، وهو أحد قطبي العاصمة اليمنية صنعاء. تأسس النادي عام 1954. يلعب مبارياته على استاد علي المريسي. حقق لقب كأس الوحدة اليمني مرة واحدة. توج بأول لقب دوري له عام 1978، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2002. توج نادي الوحدة صنعاء بالمجمل بلقب الدوري 5 مرات. 2. التلال. هو من أقدم الأندية العربية، وهو من مدينة عدن. تأسس النادي عام 1905. يلعب مبارياته على ملعب ساحل حقات. حقق لقب كأس الوحدة اليمني مرة واحدة، كأس الجمهورية مرتين. توج بأول لقب دوري له عام 1977، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2005. توج نادي التلال بالمجمل بلقب الدوري 8 مرات. أولا أهلي صنعاء، وهو أكثر الأندية اليمنية تتويجا بالدوري، وهو من العاصمة صنعاء. تأسس النادي عام 1952. يلعب مبارياته على ملعب علي المريسي. حقق لقب كأس الوحدة اليمني مرة واحدة، كأس الجمهورية 7 مرات. توج بأول لقب دوري له عام 1981، بينما حقق آخر لقب دوري له عام 2007. توج نادي الأهلي صنعاء بالمجمل بلقب الدوري 10 مرات. شكرا لكل من شاهد الفيديو كاملا. قدموا لنا في التعليقات عن أي دوري عربي أو عالمي، نقدمه لكم في الفيديوهات القادمة.